صفقه عليها منافسه شديده جدا ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز بالظبط، عامله زي حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت. الصفقه المره دي مين؟ هو احمد عيد لاعب الظهير الايمن لنادي المصري البورسعيدي، واللي موجود مع منتخب مصر في بطوله افريقيا. المعلومه اللي عندي الأقرب هو استمرار أحمد عيد مع المصري لنهاية الموسم. أحمد عيد مش هيمشي من المصري في يناير، عقده يخلص بنهاية الموسم وفي يناير يمضي لأي مكان. المصري مش هيبيع أحمد عيد، والمصري متمسك ببقاء أحمد عيد. المصري بيضغط كمان لتجديد عقد أحمد عيد وعايز يكمل مع الفريق ومقتنعين بيه جدا، واللاعب بالنسبة لهم عنصر مهم جدا. أحمد عيد لا مش هيمشي يروح على زمالك ولا اهلي ولا بيراميدز في يناير رغم ان عقده يخلص نهايه الموسم، لكن مش هيمشي. المصري متمسك بيه، واللعيب هيمشي اخر السنه. حتى لو مضى لاي نادي من الثلاثه هو مكمل مع المصري بشكل طبيعي جدا، ولن يرحل عن المصري الا بنهايه الموسم. والمصري هيستغل الوقت والفتره دي ان هو يجدد للعيب ويقنعه بالتوقيع على عقود التجديد وعدم الرحيل عن الفريق. الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه عايزين اللعيب، والثلاثه مقتنعين باللعيب جدا جدا، خصوصا ان عقده يخلص مع المصري بنهايه الموسم.